رجله على الارض، وادي تاني حازم وبيشوط وكوره حلوه، جول جميل 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 تامر. لو حد قال لك سنة 2002 ان الزمالك بعد البطولة دي هيقعد ربع قرن ما يرفعهاش تاني هيقول عليك مجنون. بيقولوا ان اصعب حاجة في التاريخ مش انك تبني امبراطورية، الاصعب انك تحافظ عليها. في ملوك كتير حكموا وبعدين اختفوا من التاريخ، وفي ملوك رجعوا بعد ما الكل قال ان زمانهم انتهى. وهنا موضوع حلقتنا، الزمالك بيرجع لدوري ابطال افريقيا من جديد. يا ترى هيكون مين فيهم؟ في القرن العشرين الزمالك كان ملك امبراطورية افريقيا في الكورة، كان اسم الزمالك دايما موجود لكن غيابه كان مستحيل. لكن دلوقتي وانا بكلمك الزمالك غايب عن العرش الافريقي حوالي ربع قرن. وهنا حد هيطلع بدري ويقول لي ما الزمالك اللي عمل كده في نفسه، والسبب هو الاداره، رغم ان انا عارف وانت عارف ان الموضوع مش بالشكل البدائي اللي انت بتتكلم بيه ده. دايما كل الزملكاويه اللي في الاجيال الجديده بيسالوا سؤال واحد: ليه من يوم ما شجعت الزمالك وانا عايش في فيلم الف مبروك نفس الاحداث بتتكرر، نفس السيناريو، وخصوصا في الالفيه الجديده؟ وده سؤال اجابته ممكن تسمع فيها اراء كتير، زي فشل الاداره وزي بيع النجوم وزي تغيير المجالس. لكن الاجابه الواضحه والاهم فيهم هي الفلوس اللي مع بدايه الالفيه بقت هي المتحكمه في تاريخ الانديه. معاك فلوس هتقدر تكون بطل، ما معاكش التاريخ مش هيفتكر انك كنت جزء منه. وهنا كان في سؤال لرئيس نادي الزمالك السابق كمال درويش، واللي كان معاه جيل من الاجيال الذهبيه مش بس في الزمالك لا في افريقيا. بيتسال سؤال: ليه ما قدرتش تحافظ على الجيل ده من اللعيبه؟ الرد كان ببساطه الفلوس. زمان كان اللعيبه في مصر مرتباتها مش بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي، فكان بيقول اننا كنا بنقدر نوفر الفلوس دي، ولكن مع دخول العصر الجديد بدات اللعيبه تجيلها عروض اضعاف ما بتاخد في الزمالك. وهنا الموارد والمشاكل ما كانتش تقدر تسد على الكلام ده كله. ويجي واحد من اصحاب الاهلاويه ويقول لي: طب ما تساله يا معلم، قول له ازاي الاهلي تفوق خلال الفتره دي. وفعلا لما اتسال السؤال ده قال ان اللي بيحصل في الاهلي مش طبيعي من سنين في الكوره، مستحيل موارد النادي تدخل لك الدخل اللي الاهلي بيصرفه على الكوره. وهنا ممكن حد يعترض، لكن الحقيقه ان الاهلي كان دايما ليه محبين ورعاه منهم فيهم، لان مستحيل نادي طول السنين دي بيصرف قد 10 انديه ويكون طبيعي. بس ده مش موضوعنا. رغم كل الظروف اللي بحكيها لك من ازمات وديون وبيع النجوم على مدار السنين، كان الكل منتصر النتيجه الطبيعيه، نهايه نادي الزمالك. لكن دايما كان بيظهر الحاجه الوحيده اللي ثابته على مدار السنين: جمهور الزمالك، واللي كان دايما شايف ان الزمالك لازم يرجع لعرشه. مع بدايه كل موسم كان دايما الجمهور بيقول معلش هنجرب تاني. كان شايف ان الامل موجود رغم كل الظروف اللي حواليه، واللي بتقول له اللي انت بتفكر فيه ده مستحيل. انديه كتير بتتمحي قدام عينيهم وبيتنسوا للابد، لكن جمهور الزمالك كان دايما مختلف. اجيال بتسلم اجيال، حتى في عصر الانحدار كان كل شيء بيقول ان خلاص الزمالك انتهى، لكن جمهور الزمالك كان رده اقوى من اي حد: احنا الملوك، احنا الزمالك، وهنفضل ورا الزمالك لحد ما يرجع تاني. وعلى مدار 3 سنين كل سنه دوري ابطال افريقيا بيبدا وجمهور الزمالك بيتفرج على القرعه وبيقول الزمالك وصل لكده ازاي؟ فرق ملهاش تاريخ ولا حتى جمهور بتفوز بالبطوله، زي بيراميدز مثلا. وهنا القصه اللي حكيناها من شويه، الفلوس هي من تحكم كره القدم الان. من بطوله الكل بينتظر يشوف فرحه ملايين من جمهور الفريق الفائز، لفرحه مصطنعه لبعض الاطفال كل اللي شاغلهم الوجبه والفلوس اللي هياخدوها عشان يحضروا الماتش. لكن مع كل ده جمهور الزمالك لسه بيحلم بالرجوع لمكانته الطبيعيه، ملك القاره، وبعد غياب 3 سنوات يعود للمنافسه من جديد. وانا هنا مش جاي اقول لك الزمالك هيكسب البطوله ولا لا، انا جاي اقول لك ان الجمهور هيبدا موسم جديد باحلام غير واقعيه، مع اداره ما اختلفتش كتير عن اللي قبلها، بل بالعكس تفوقت اكثر في الفشل. حتى رجوع الزمالك للبطوله كان الفضل كله للجمهور، وكان موسم اعجازي كان رد الجمهور فيه على كل المشككين، واللي كان دايما الكلمه الوحيده على لسانهم: الزمالك انتهى. رحلة جديدة وحلم جديد للعودة للبطولة الموسم ده. على الورق صعبة، بس هنحاول حتى لو الفرصة 1%. يمكن آخر الموسم نلاقي الزمالك بيرفع الكاس، ويمكن تكون خيبة أمل جديدة، لكن في كل الأحوال الرحلة لازم تتحكي، ولازم كل الأجيال الصغيرة تعرف إن الزمالك مكانته التتويج، والمشاركة عمرها ما هتكون إنجاز. وعشان لازم نكون واقعيين، تعال نبص على الأحداث الجديدة اللي بتحصل عشان تقدر تنافس السنين الجاية. الحل الوحيد بعد كل السنين العجاف اللي بنحكي فيها إن الكورة تستقل بنفسها، ان الكوره تخش في الاستثمار عشان النادي يرجع زي ما كان. وهنا السؤال لمجلس الاداره: ليه بعد كل الفشل مصممين تهدموا اسم الزمالك؟ ليه اللعيبه المعتزله دايما ضد اي حاجه هتنجح الفريق، او على الاقل هتعزلهم ومش هتخليهم موجودين في فريق الكوره اللي هم شايفين من وجهه نظرهم ان دي استحقاقيه؟ طالما لعبت في الزمالك يبقى انا لازم ادرب في الزمالك، يبقى انا لازم امسك اي حاجه في الزمالك. هل انت اتعلمت حاجه عشان تكون مدرب في الناشئين او رئيس قطاع ناشئين؟ لا، بس انا لعبت في الزمالك. كلام غير منطقي. ولما الزمالك قرر يعمل شركه الكوره ويكون زي باقي الانديه ويقوم على المستثمرين، وده اللي بجد ممكن يرجع الزمالك لافريقيا دايما ويرجع يستعيد عرش القاره من جديد. طول الوقت اللي فات بنسمع ان هو المجلس اللي كان بيشتكي وبيقول فريق الكوره ما بيدخلش فلوس والكوره بتخسر وكل الكلام ده،
حاليا بيتكلموا ان هم عايزين يحطوا اسهم، هم الناس اللي كانت بتدير هي الناس اللي عايز تشتري اسهم في شركه الكوره. الطبيعي لما تكون الموارد قليله مجلس الاداره يحاول يلم نفسه ويحاول يعمل قدر الامكان، لكن ادارات الزمالك على مدار السنين كانت بالعكس بتغرقك في الديون والفلوس اكتر. وحاليا بيطلع بعض اللعيبه المعتزله وبيقولوا الزمالك ازاي هيخلي فيه شركه كوره، ازاي الكوره تنفصل. انا عارف ومقدر وجعك قد ايه، انا عارف ان مش هتبقى انت موجود في مدرب قطاع الناشئين ولا هيكون لك اي سبوبه جوه. انت لو خايف على الزمالك زي ما انت بتقول او زي ما انتوا كلكم بتقولوا، فبعد اذنكم سيبوا الزمالك في حاله. الزمالك هيفضل ملك لجمهوره. انت كانت مهمتك في الملعب، اخدت عليها فلوس وما لعبتش ببلاش، وبعد كده لما حصل ازمه اكتر اللعيبه اول ما بيحصل ازمه في الفلوس اول حاجه بيفكر فيها انه يهرب. فلما انت هربت زمان ما تجيش دلوقتي تطالب بحقك لان انت مالكش حق. وهنا كلام لعيبه الزمالك، اساميكم هتفضل مكتوبه بحروف من ذهب. استحملتوا كتير وعملتوا موسم محدش كان يتوقعه، والتاريخ ابدا مش هينساكم. لكن البطوله دي غير، دي البطوله اللي الزمالك بنى شعبيته في القاره كلها منها. في اي بلد افريقيه هتمشي بتيشيرت الزمالك دايما هتلاقي الناس بتشاور عليك. عارفين الظروف والمشاكل كلها وحكيناها، بس البطوله دي قادره تغير كل شيء في النادي للابد، وتبدا مرحله استقرار جديده، ونبدا عصر جديد بدون ازمات ماليه ولا مجالس بتقطع بعض على الكرسي. بطوله منها هتروح لبطوله اكبر زي كاس العالم للانديه، البطوله اللي مش بس هتغير كتير في النادي، ده هتغير تاريخ كل لاعب فيكم. موسم هنبداه وكل لاعب ما كانش كويس الموسم اللي فات هنبدا معاه صفحه جديده. انزل الملعب وموت نفسك واثبت انك تستحق انك تكون لاعب في نادي الزمالك. غير مسيرتك وتاريخك. يمكن ايقاف القيد اللي حصل هيأثر على الفريق بشكل عام، ويمكن يكون فرصة للي لسه ما اثبتش نفسه انه يقول انا موجود. الجمهور مستحيل يكون بيهاجمك لشخصك او بدون سبب. الجمهور عايزكم احسن لعيبه في العالم. اوقات بنتعصب، اوقات بننتقد انتقاد حاد، وفي لعيبه بتتأثر، لكن انا حابب اكدهولك 100% ان الجمهور كل اللي يهمه انكم تكسبوا وتبقوا كويسين. وانا مش محتاج اشرح لك الكلام ده كان واضح في الموسم اللي فات. حتى لما خسرتوا الديربي شفتوا لقطة تاريخية صعبة أي جمهور يعملها أو أي جمهور يتمالك أعصابه ويعمل المنظر ده. لما وقف وقال لكم ما يهمكوش، احنا بنلعب على بطولة وهنحارب لآخر نفس. جمهور الزمالك أكتر جمهور ممكن يدي اللعيبة فرصة، والتانية والتالتة والعشرة كمان، وده مش كلام شعارات، ده حصل معاكم انتوا. أنا مش عايز أحكي لك على الأجيال اللي قبلك. حد يقول لي بس السكواد فاضي يا عم إبراهيم، أقول لك عندك حق. رغم عمق السكواد السيء بس لازم اللعيبة تدخل البطولة وعينيها على البطولة. البطولة ما بقتش زي زمان ولا بنفس القوة. حتى الأهلي اللي كان مسيطر آخر السنين وبياخدها بأقل مجهود، انت بعدت كونفدرالية وخلصت منه، يعني خرجت أقوى منافس ليك في البطولة بره البطولة من قبل ما تبدأ. مع بداية موسم جديد أتمنى الكل يتجمع وننسى الخلافات، ننسى الخلافات مع كل الناس. عايزين ندخل موسم جديد بصفحة بيضة. كل اللي يهمنا نرجع الزمالك لمكانته الطبيعية، الزمالك اللي تاريخه بيحكي عنه، بطل القرن العشرين وبطل القارة اللي ما ينفعش يفضل طول السنين دي غايب عن عرشه. موسم نتمنى في نهايته الملك يعود لحكمه. احنا أسياد أفريقيا من زمان.